كوكو البنات، مرحبا بكم. ان شاء الله يلقاكم الفيديو تاعي اليوم بخير وعلى خير. رجعت لكم بعد غياب طويل بوصفات اللي كنت حضرتهم في عيد الفطر المبارك، وراح نبداو على بركه الله في الوصفه الاولى اللي هي ديليس نسكافيه. وقبل هذا نصلي ونسلموا على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوفوا مع بعضنا طريقه التحضير والمقادير. اول شيء راح نوجدوا لو صابلي تاعنا. عندي 125 غرام تاع لا مارغرين تكون بدرجه حراره المطبخ، ضفت لها رشه تاع الملح، 2 مغارف تاع سكر رطب مع 3 مغارف 4 مغارف زيت عادي. راح نخلط المكونات تاعي بالخلاط الكهربائي. هنا اللي ما عندهاش خلاط كهربائي تقدر تستعمل يدها عادي. بعد ما يندمجوا المكونات نتحصل على قوام كريمي، راح نضيف حبة بيض وصفار بيضة، وراح نكمل نخلط حتى يندمج البيض مع الخليط تاعي الاول. بعد هذا رايحة نبدا نضيف النواشف. بالنسبة للنواشف فعندي لهنا 2 مغارف كبار تاع نشا، راح نضيف لهم 2 مغارف متوسطين نسكافيه تكون نوعية مليحة، ورايحة نضيف رشة خميرة الحلوى. بعد ما نضيف شوية فرينة، رشه خميره الحلوى. الخميره تاع الحلوى راح تكون على راس المغرفه تاع القهوه. نبدا نجمع في الخليط تاعي حتى نتحصل على عجينه صابلي تكون طريه ومتماسكه. هذا الكاطو يجي بزاف بنين، عنده ذوق من اروع ما يكون، والقوام تاعو والقرمشه اللي فيه ما نحكيلكمش. بعد ما وجدت لاباط صابلي تاعي درتها في بلاستيك غذائي وراح نقطعها بلومبورت بياس. انا جبت هذا لومبورت بياس اللي يتناسب مع لو مول تاعي تاع سيليكون اللي راح نستعمله. الوصفه هذه ماشي لازم تستعملوا هذا لو مول، تقدروا تستعملوا اي مول عندكم تاع سيليكون. المهم تحافظوا كيما نقولوا تدوا لا باز تاع لا روسيت وانتم تشكلوا كيما تحبوا. بعد ما كملت قطعت لاباط تاعي. شوفوا لو صابلي يجي بزاف هايل، العلو تاعو حوالي 3 حتى 4 ملم. نجيب لو بلا تاعي فرشت فيه طابي بافوني، تقدروا نتوما تستعملوا طيبوا عادي فوق ورقه الطهي. دخلته يطيب على درجه 160 وفت نوجد الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه واش عندي 150 غرام شوكولا بيضاء ذوبتها في حمام مائي، ضفت لها ملعقه صغيره نسكافيه، ورايحه نضيف لها غوفريت. انا هنا الغوفريت استعملت هذا لا مارك لو كروستي. جبت فاني، كنت نفضل اني نلقى ذوق الكابوتشينو، ما توفرش عندي في ذيك البريود. درت فانيلا، ضفت معاه 100 غرام جوز مهرس، وخلط المكونات تاعي كامل مع بعضها. بعد هذا جبت لو مول تاعي تاع سيليكون، وعندي لهنا كرنشي ذوق الكراميل كنت حضرته ودرته في لي مول صغار وحطيته في الكونجيلاتور باش يجمد، باش يسهل عليا اني نحشي به الحلوى. نجيب لو مول تاعي كيما راكم تشوفوا لهنا، ندير خليط اللي كنا حضرناه تاع الشوكولا والكوفريت والجوز مع النسكافيه، نديروا طبقه ونحطوا كميه ولا قطعه من كرنشي كراميل اللي كنت حضرته وحطيته في المجمد حكم روحه. هو دو بريفيرونس تحطوه في المجمد ليه باش تسهل عليكم عمليه الحشو. كي يكون جاري ما تقدروش تحشيو الحلوى تاعكم، وكي تقطعوا الحبه ما تكونش بيان فيني، يعني كي تكونجليو الكرانشي تاعكم راح تجيكم العمليه سهله والخدمه تجي نظيفه وتجي بزاف باهيه وبيان فيني. نحاول نشكل لو مول تاعي بهذه الطريقه، وديما نخبط لو مول تاعي نهزو ونخبطو بهذه الطريقه باش يتعمروا الفراغات، ونحطوه يبرد في المجمد ولا في الثلاجه حتى يحكم روحو. هنا بعد ما حكم روحو الخليط تاعنا كيما راكم تشوفوا خرجته، نديمو ليه الديمولاج تاعو يكون بطريقه سهله خلاص، يعني ما يتعبش. نديمو ليه ونحطوه. وبعد هذا رايحين نلصقوا الطبقه الاولى فوق لو صابلي. شوفوا لو صابلي تاعنا كيفاش يطيب، يجي عنده اون دوغور بزاف باهيه، والمشتي هذاك تاع النسكافيه كيفاش يجي. نديروا كميه من الشوكولا البيضاء ونلصقوا به الطبقه الثانيه اللي كنا حضرناها بالشوكولا مع الكوفريت والنسكافيه. بعد هذا رايحين نحضروا التزيين. بالنسبه للتزيين عندي كميه من الفايتين، كميه من لوز إفيلي كنت حمصته، وعندي حوالي 100 غرام شوكولا سوداء ذوبتها وضفت لها ملعقة كبيرة شوكولا تارتيني.
انا استعملت هنايا اوبتيلا. نخلط المكونات تاعي مع بعضهم حتى تتلبس هذيك الفيتين واللوز ايفيلي يتلبسوا بالشوكولا، ورايحه نزين الحلوى تاعي بهذه الطريقه. ندير كميه من خليط الفيتين مع اللوز فوق الحبه تاع الحلوى في لو سونتر تاعها بهذه الطريقه، ورايحه نزين الحواف تاع الحلوى تاعي، نزينها بلا فوي دور الورق الذهبي. لهنا البنات كل وحده والذوق تاعها والتزيين اللي تفضلوا، وكل وحده وعلى حساب لو مول اللي يكون عندها. انا هذا لو مول كان توندونس كيما على بالكم في العيد، عيد الفطر، حبيت نجرب به هذا الوصفه بطريقه التزيين تاعي الخاصه، اللي نتمنى ان شاء الله انها تكون طريقه سهله بسيطه وتجي بزاف راقيه. كما راكم تشوفوا لهنا نديروا لا فوي دور في لو تور تاع الحلوى تاعي بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا. بعد هذا التزيين راح يرجع لكل وحده والمناسبه اللي حضرت فيها الحلوى. بالنسبه انا ليا كنت حضرتها في عيد الفطر، كنت درت تزيين بهذوك لي موتيف دوري تاع عيد مبارك. شوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي، وتكون طريقه سهله بسيطه تحضري بها احلى حلوى. صدقوني كل واحد ذاقها في العيد عجبته من قوه البنه تاعها ولا كروستيونس اللي فيها. هذا هو شكل النهائي تاع الحلوى تاعي في مائده التقديم. قدمتها بهذه الطريقه، يعني طريقه تقديم بسيطه. نتمنى ان شاء الله الشكل تاعها وكي تجربوها تقولوا لي ذوقها كيفاش جاكم. وهنا راح نقطع لكم حبه باش تشوفوا الشكل تاعها من الداخل كيفاش تجي. صدقوني وصفه من اروع ما يكون. فقط ركزوا لي على نوعيه الكوفريت كروستي، هو اللي يقعد مقرمش حتى بعد ما تفوت مده من تحضير الحلوى. شوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي، والحشو تاع الكروستي تاع كارنشي كراميل كيفاش يجي. وصفه من اروع ما يكون. نتمنى ان شاء الله البنات انه وصفتي لنهار اليوم تكون عجبتكم، تجربوها وتخلوا لي ارائكم واقتراحاتكم اسفل الفيديو. استنوني في فيديوهات وصفات لعيد الفطر المبارك وبعض الوصفات اللي كنت حضرتهم في شهر رمضان الكريم وما تستناتش، ما كانش عندي الوقت اني نحطهم لكم. نتلاقاو ان شاء الله البنات في فيديوهات واحد اخرين، وما تنساونيش بالجيم والتعليق فضلا وليس امرا، وخلوا لي ارائكم حول الوصفه وطريقه تقديمها. هذه ميده تاع عيد الفطر المبارك اللي رايحين تشوفوا منها بعض الوصفات. راح نخليكم البنات ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جدد بحول الله. سلام البنات.